خليني ابدا اتكلم معاك في الفيديو بتاع النهارده عن اكبر مشكله بيقع فيها كل الفريلانسرز التقال جدا جدا في السوق، او متوسطين من ناحيه الخبره، او حتى اللي لسه بادئين في المجال بتاع الفريلانسنج. وانا عايز اقول لك حاجه، انا المشكله دي حرفيا انا جننتني. ازاي واحد عنده 6 سنين خبره و10 سنين خبره، ويجي واحد زيي انا كمحمد اسامه وكايجنس اونر حاليا الكونتنت ديستريبيوشن ايجنسي معديه اكتر من 7 ارقام، ازاي اقدر بسهوله ان انا اخد منه كل العملاء اللي هو بيحلم بيهم بسهوله جدا، رغم ان هو عنده 6 سنين خبره وانا ما عنديش ولا حتى سنه خبره، وبسهوله جدا بقدر ان انا اجيب هاي تيكت كلاينتس. دي اول حاجه. وفي نفس الوقت اللي بيوصل له بس هو، او اللي بيقدر يجيبه هو، يا اما لو تيكت برايس او على الاقل حتى ميديوم تيكت برايس. ليه هو مش قادر يجيب نفس العملاء اللي انا عارف اجيبهم رغم ان هو عنده خبره اكتر مني؟ اقول لك سبب الموضوع ده. سبب الموضوع ده هو مشكله كبيره جدا جدا، وهي الجروبات. انت فاكر كفريلانسر، وطبعا انا اسف اقول كده، ايه اللي يخليك انت كفريلانسر عندك 6 سنين و10 سنين خبره بتروح في جروب من الجروبات حلو وبتقعد تتحلل لكل عميل ان هو يبدا هو يشغلك معاه؟ انا حرفيا كنت بلاقي ميديا بايرز وناس تقيله جدا جدا في السوق، عميل كتب ان هو مثلا محتاج ان حد يعمل له ميديا باينج او ادفرتايزنج عامه للستور بتاعه او الاي كوميرس ستور بتاعه. وبرده من ناحيه ثانيه في مثلا طبعا فيديو اديتنج. تمام، الفيديو اديتنج برده في الجروبات عامه، واحد بيسال مثلا ان هو محتاج فيديو اديتور يساعده في كذا كذا وكذا. بلاقي ناس تقيله جدا جدا من ناحيه الخبره في السوق بيروحوا يحطوا البورتفوليو بتاعهم في التعليقات. وانا والله ما عندي اي مشكله في الموضوع ده، انا عارف ان انت بتحاول تساعد، ولكن ده وهم انت بتوهمه لنفسك. يجي واحد زي كمحمد اسامه، العملاء اللي انت هتموت عليهم وانت عارف 100% ان بتوع الجروبات عمرك ما هيدفعوا لك الرقم اللي انت هتبقى محتاجه من الشخص اللي انت بتحلم بيه، صح ولا لا؟ لو انت مثلا بتحلم ان انت تشتغل مع حد معين وانت عارف انه ده هيدفع لك فلوس كتيره، انت عارف ان بتوع الجروبات عمرهم ما يعملوا كده، لكن رغم كده انت مستمر برضه في الجروبات ومش عايز تعمل الحاجه اللي انا بعملها واللي بعملها. طبعا وانا عندي 17 سنه عملت حاجه مهمه جدا جدا، وصلت الشركه فيها في اول سنه 400,000 جنيه وانا مش فاهم اي حاجه في الخدمه. عارفين ايه هي؟ السيلز اوت ريتشنج سيستم. السيلز اوت ريتشنج سيستم هو الاوت ريتشنج سيستم ان انا بروح اتواصل مع عملاء كتيره جدا جدا، وبتارجت الاودينس بتاعي، وبحدد الاي سي بي بتاعي او الايدل كاستمر بروفايل او بيرسونا بتوعي. تمام، وابدا ان انا ابعت كميه ايميلات ليهم، والعميل اللي انت كنت بتتمنى ان تشتغل معاه انت ما جبتهوش، انا كمحمد اسامه اللي عندي خبره اقل منك جبته بسهوله جدا جدا، وانا اللي فزت بالعميل. وعلى فكره انا برضو مش هتعب في اي حاجه، انا اروح اجيب حد يروح يقدم الخدمه للعميل، وبرضو كله تحت اسم الشركه بتاعتي. وانا هنا والله ما قصدي ان انت تروح على الايجنسي موديل، انا مش قصدي كده ابدا، لكن القصد بيه ان انا في الفيديو ده هعلمك بالظبط ايه اللي انا عملته، وازاي عينت عندي تيم سيلز من ناحيه الليد جنريشن ومن ناحيه السندنج ايميلز، وايه الحاجات اللي انا دخلتهم فيها من ناحيه الاديوكيشن كونتنت، ازاي ظبطته، ازاي ظبطت الاي سي بي بتاعي، ازاي حددت التارجت اودينس بتاعي، ازاي عملت اصلا اوت ريتشنج، ازاي كتبت السكريبتات بتاعتي، ازاي صورت الفي اس ال بتاعي. انا عايز اقول لك ان انا كنت بعمل سمنيل تيستنج، اي بي تيستنج في الايميل بتاعي. انتوا متخيلين انا كنت بعمل ايه عشان اعرف اجيب عملاء اكتر؟ فبالتالي اوعى تقل مني من ناحيه الموضوع ده، لان انا فاهم فيه كويس جدا جدا. وفي الفيديو ده هبدا ان انا ادي لك رود ماب وبلو برنت لكل حاجه من ال زد، في ازاي تقدر مثلا لو انت حاليا عندك 6 سنين خبره و10 سنين خبره، ازاي تعين التيم الليد جنريشن الصح اللي يقدر يجمع لك ايميلات مظبوطه في المكان الصح، وكمان يبعت لك الايميلات دي، وبالتالي يحصل عندك حجوزات كتيره جدا جدا من ناحيه العملاء. وبعد كده نروح للنقطه اللي بعد كده، ان انت طبعا تدخل معاهم الميتنجز وتعمل لهم كلوزد، يبقى عندك كلوز ريت طبعا اعلى بكتير، وكمان تقفل العملاء اللي انت محتاج ان انت تقفلهم. طبعا في الفيديو ده هبدا اشرح لك كل حاجه بالتفصيل، هدي لك الرود ماب، وافتكر ان دي رود ماب عشان تمشي التيم بتاعك. يعني انت بس اللي عليك ان انت تقول لي التيم بتاعك اللي انا هقوله لك في الفيديو بتاع النهارده، وحرفيا ده بالظبط اللي انا عملته للتيم بتاعي، وقدرنا ان احنا بس في خلال اسبوع نجيب اكتر من 10 عملاء كلوزد من اكبر العملاء في الشرق الاوسط كلهم. وطبعا اللي عارف كونتنت ديستريبيوشن سيرفيس هيفهم قصدي كويس مين هم اكبر العملاء في الشرق الاوسط حاليا. تمام، فده بالنسبه لكل حاجه. يلا بينا ندخل على اللابتوب وعلى البرزنتيشن على طول. اوكي، خليني طبعا نبدا نتكلم اكتر عن ازاي تقدر تبني سيلز او ريتشنج سيستم بطريقه صح وبطريقه مظبوطه وانت ايجنس اونر او كمان فريلانسر. طبعا اكيد انتم ملاحظين ان انا غيرت المكان ورايا، ده بسبب ان كان في دوشه شويه هناك، ولكن دلوقتي هنقدر نتكلم براحتنا. تمام، انت ايجنس اونر حاليا بتحاول ان انت مثلا لو انت عندك عاملين وعايز تسكيل مثلا ل 4 5 6 عملاء وكمان 10 عملاء، ازاي تقدر تعمل الموضوع ده؟ هو مفيش غير طريقه واحده، السيلز سيستم اللي انا هقوله لك في الفيديو بتاع النهارده ده. نفس الموضوع برضه من ناحيه الفريلانسر اللي عنده خبره كويسه جدا جدا، بس ناقصه السيلز سيستم اللي يقدر يجيب له ليدز كتيره يقدر ان هو يعتمد عليهم بعدين. وكمان على فكره، طول ما انت طورت حاجه اسمها البيب لاين سيلز عندك، البيب لاين هو احنا بنسميه في السيلز الانبوب بتاع المبيعات بتاعك. لو انت الانبوب ده عمره ما وقف ان هو يبعت لكل يوم ليدز، فالتيم والسيستم بتاعك طول ما شغال كل يوم بيبعت الليدز، ايه اللي هيحصل؟ هتحجز اجتماعات اكتر، طول ما حجزت اجتماعات اكتر هتقفل ديلز اكتر. وده اللي انا كنت بعمله، انا قفلت 10 عملاء في اسبوع واحد. 10 عملاء في اسبوع واحد. انا الشخص اللي كان معايا كان بيعمل لي ليد جنريشن حرفيا كان بيطلع لي 2 شيتس.
انت فاهمين قصدي؟ ف2 شيتس في اليوم الواحد كنت ببعتهم على طول، اول ما ببعتهم انا بعتهم، اول ما ببعتهم انا بعتهم. فاللي بيحصل حرفيا ان انا قفلت كمان وال10 عملاء دول من اكبر رجال الاعمال في الشرق الاوسط كلهم، عملتهم طبعا كونتريبيوشن للخدمه بتاعتي. تمام. فبالتالي اللي انا بتكلم عليه ان انت لو عندك سيل سيستم ده خلاص انت حتى مش هتعتمد حتى على الموضوع اللي هو له علاقه بالادفرتايزنج، مش هتعتمد عليه ابدا، لان برضو الادفرتايزنج ليه برضو مميزات وعيوب. مميزات انه بيقدر يوصل لك للجمهور على طول، وعيوب ان انت لازم يبقى عندك كيس ستاديز جامده جدا جدا، وبرضو من ناحيه ثانيه حد بيعرف يتكلم بلباقه كويسه جدا من ناحيه الفي سيل عشان تعرف تجيب ليدز، وبرضو ممكن تكون دي الخطوه الثانيه ليك عادي مفيش مشكله، بس تبقى ضمنت في الاول عدد عملاء كبير جدا جدا من ناحيه خبراتك. ده اللي بتكلم عليه. اوكي، خلينا طبعا نبدا نتكلم عن الرود ماب بتاعت الفيديو بتاع النهارده. طبعا متقسمه طبعا ل6 مراحل. تمام. اول مرحله هنتكلم فيها عن الشادو وورك. الشادو وورك هو الشادو، والسبب الرئيسي ورا ليه انت لحد دلوقتي ما عملتش سيلز سيستم او تريتشنج. يعني هسالك السؤال ده، ليه انت لحد دلوقتي ما عملتش الموضوع ده رغم ان انت عارف عندك خبره كبيره جدا جدا؟ اسال نفسك. طب حلو، لو طلعت من الفيديو ده وعملت السيلز او تريتشنج سيستم وظبطته، ايه اللي يضمن ان انت ما تعملش نفس الحركه دي قدام في المستقبل؟ وكمان ايه اللي يضمن انك انت في نفس الوقت وفي نفس الحاله انت برضو ما فيش اي سيستمز تانية بايظه في الشركه بتاعتك من ناحيه تقديم الخدمه؟ الشادو ورك بقى ده هيفهمك طريقه تفكيرك ازاي وهيغيرها لك، وده اللي انا بستخدمه في شغلي، ان انا ببقى عارف ايه المشكله اللي عندي، وبالتالي مش بحلها في جانب واحد بس، بضمن ان انا مش هكرر نفس المشكله دي في كل السيستمز اللي عندي في الشركه. ده فايده الشادو ورك. الشادو ورك طبعا دي حاجه سيكولوجيه اكتر، هبقى افهمها لكم. ده عباره عن اسئله احنا بنسالها لنفسنا، فبنقدر ان احنا نحل المشكله اللي عندنا بطريقه سهله عشان ما تتكررش تاني. تمام. حلو. وطبعا في كل فيديو هنبدا نشرح الجزء كده اللي علاقه بالشادو وورك في كل فيديو من الفيديوهات بتاعت البيزنس. تمام. بالنسبه لتاني حاجه هنبدا نتكلم عن هايرنج فروم زيرو من ناحيه الليد جنريشن تيم. ثالث حاجه هنتكلم عن الاي او بيز او الستاندرد اوبريتنج بروسيجرز والاديوكيشن سيستمز. ورابع حاجه هنتكلم عن الاي سي بي اللي هو الايدل كاستمر بيرسونا او بروفايل. وهنتكلم طبعا على التي او او التايب اوف اوت ريتش اللي انت عايز تتارجته. وخامس حاجه هنتكلم عن الليد جنريشن رود ماب. واخر حاجه هنتكلم عنها هي البرايسنج فريم ورك. طبعا البرايسنج فريم ورك من ناحيه التيم، ازاي تقدر تظبط الموضوع بتاع التيم من غير كمان اي تكاليف. يعني كمان انا مش هخليك تدفع فيكسد سالري للناس اللي بتعمل لك ليد جنريشن، انا هخليهم لك تتفق معاهم على نسبه كويسه جدا جدا، وكمان انت تكسب اكتر من اي حد تاني، لان انت كده في الاول وفي الاخر انت بتقدم الخدمه ماشي. ولكن انا بتكلم عليه، انا مش هخليك تخسر فلوس ابدا، انا هخليك تكسب كمان، وكمان هخليهم هم يكسبوا كتير جدا جدا من ناحيه العملاء، لان انا هخليهم يعتمدوا على النموذج بتاع المانث ريكيورنج، ان هم طول ما هم جابوا مثلا عميل يقدر ان هو مثلا يقعد معاك 4 مثلا، لو عامل مثلا قعد معاك 6 شهور فهم ياخدوا كل شهر فلوس على الموضوع ده. هم بياخدوا 2000 جنيه، فاضرب 2000 في 6 على العميل الواحد، لو هو مثلا جابوه 4 عملاء 5 عملاء فالموضوع مختلف. انت برضو لازم تبقى عندك ذكاء في الموضوع ده. خلينا بقى ندخل نتكلم عن اول حاجه معانا. اول حاجه معانا طبعا وهي بخصوص فالكون كلاب. البونص بتاع الفيديو بتاع النهارده هي عباره عن فري كوميونتي كول. طبعا مش عارف يعني ايه كوميونتي كول، طبعا اللي عارف فالكون كلاب ايه هي. دي يعتبر كول احنا بنعملها، كل الاعضاء بيبقى موجودين فيها، بس دول الانترنال بس الناس داخلين. ولكن في الفيديو بتاع النهارده انا عارف ان يبقى فيه كميه اسئله كتير جدا جدا ماشي، وانا عارف ان الاسئله دي انت هتكتبها بس هتسال فيها مين؟ فبالتالي انا عامل المكالمه دي مخصوص عشان الناس اللي في اليوتيوب، اللي عايز ينضم لينا ينضم، اللي مش عايز ينضم ما ينضمش، انا مش عايز ابيع لك اي حاجه، فده عندك حريه الاختيار. فشوف انت عايز تنضم حلو، مش عايز تنضم براحتك. تمام. ولو عايز تنضم هتقدر تملى الفورم اللي تحت، والمساعده بتاعتي نيره هتبدا تتواصل معاك عشان تدي لك المعلومات الاخيره من ناحيه ميعاد الاجتماع والحاجات التانيه الباقيه من ناحيه الاجتماع والحاجات المفروض تجهزها عامه. اوكي تمام. ده بالنسبه للبونص بتاع الفيديو بتاع النهارده. خلينا طبعا نبدا نتكلم عن الشادو وورك. الشادو وورك وزي ما قلت لكم ان الشادو وورك مهم جدا جدا عشان تعرف ان انت ما تكررش نفس الخطا ده في اي سيستمز ثانيه في الشركه بتاعتك، من ناحيه تقديم الخدمه، من ناحيه الكاستمر سبورت، من ناحيه اي حاجه ثانيه انت بتعملها في الشركه. تمام. الشادو وورك بينقسم لجزئين. الجزء الاول هو الجزء السطحي او الظاهري اللي الناس كلها بتشوفه او الناس كلها بتقول عنه كده، فانت بتمشي ورا مجموعه من الناس بسبب ان هم عملوا نفس الفعل ده، بس انت مش واخد بالك ان هم عملوا الفعل ده وانت كررت وراهم او قلدتهم بالظبط. تمام. ده الظاهر او الحاجه دايما اللي انت بتقولها لنفسك. في حاجه تانية اسمها الديب داون او اللي احنا بنسميه ذا شادو، الظل بتاعك اللي هو جوه. ممكن تكون على فكره تجارب قبل كده انت عديت بيها، فالخوف ده هو اللي مسيطر عليك مش الظاهر اللي انت بتقوله لنفسك. يعني انت ممكن تقول مثلا حته مثلا الجروبات، مثلا انت تقول مثلا ان انت بتعاني من الموضوع ان انا داخل الجروبات مثلا عشان اتعلم منها. تمام. ودي اكبر مصيبه ممكنه، ده مش الصح. انت ممكن تكون من جواك اللي هو الديب داون او الزشادو، لو سالت نفسك السؤال الصح هتلاقي من جواك انت اصلا خايف ان انت العميل مثلا اللي في الجروب ده يضيع عليك، او خايف ان انت ما تعرفش توصل لعملاء بشكل اسرع واضمن من الجروبات.
او حاسس ان الاوت ريتشنج بالنسبه لك صعب جدا، فانت مش عارف تاخد الخطوه دي اصلا بسبب الخوف اللي جواك ده. طب لو اكتشفت الخوف ده وعرفت ان انت بتعاني من الخوف ده، يبقى انت حليت، او بص حليت حرفيا 90% من المشكله. انت عرفت ان انت عندك مشكله في حته معينه، انت خايف من البدايه. طب بتقول لمحمد طب الخوف ده بيجي لي ليه؟ ممكن الخوف ده جالك مثلا بسبب انت اتعاملت مع عملاء ماشي بطريقه معينه، فالتعامل ده وترك وحطك تحت ضغط، فمخك خد تراجع شويه، او عقلك خد تراجع شويه بخصوص الموضوع ده. تمام. فدي النقطه الاساسيه. فمثلا خلينا نمسك حته الجروبات. في الظاهر دايما هتلاقي الناس بتقول ان هم مثلا مش قادرين يخرجوا من فكره الجروبات او النتوركينج العشوائي، يقول لك انا عايز ابني نتوركينج من هنا ومن هنا ومن هنا. تقدر تبني على فكره نتوركينج جامده جدا جدا من غير اي حاجه. تمام. واي حد عارفني عارف ان انا حرفيا النتوركينج بتاعتي جامده جدا جدا، ماشي، من ناحيه الناس التقيله حاليا في السوشيال ميديا، ماشي، من غير ما ادخل جروبات، من غير ما اعمل نتوركينج، من غير ما اعمل اي حاجه من الحاجات دي. انت نفسك لو شاطر الناس هتجيلك، ده اللي بتكلم عليه. ماشي. عشان دي الطريقه الوحيده، هو طبعا فاكر الناس بتوع الجروبات ان دي الطريقه الوحيده ان انت تزود بيها عمله، او ان هم مثلا يتعلموا منها. تمام. وده اكبر غلط ممكن، حرفيا ده حرفيا اكبر غلط ممكن. فانت اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان انت دايما تقول لنفسك ان انا مش عايز ابني مثلا سيستم ليه علاقه بالاوت ريتشنج. تمام. لان ده مثلا ممكن ما يجيبش عملاء كفايه، او الموضوع صعب جدا جدا ان انت تجيب عملاء. بس انت المشكله انت اصلا مش عارف الموضوع ده بيتعامل ازاي، او انت حتى ما جربتوش على ارض الواقع، فانت ازاي تقرر ان هو صعب او لا. تمام. ده بالنسبه للنقطه الاولى. طب انا هسال نفسي سؤال. اول حاجه، السؤال ده هو مثلا، هو انا لو في الجروبات حاليا، وده كان مثلا الحاجه الاساسيه ان انا اتعلم منها، زي ما انت بتقول ان انا ممكن اتعلم من الجروبات، طب هل هو ده الصح؟ هسال نفسي السؤال ده. لا طبعا مش الصح. لان انا حتى مع الطلاب بتوع الفالكون كلاب، اول حاجه انا بعملها واديها لهم، تمام، واقول لهم عليها، مهما اديت لك بي دي افات وريسورسز تذاكر منها، وقلت لك كل حاجه، واتكلمت معاك ان شاء الله 24 ساعه مكالمه، برضه هتيجي مع عميل وتعمل نفس الغلطات. لان انت لسه ما عدتش بالتجربه دي، فانت طول ما عدتش بيها عمرك ما هتعرف تعمل اي حاجه. ده اللي بتكلم عليه. ماشي. فده بالنسبه للحاجات الظاهره الناس ايه بتقول عليها. بص الاسئله اللي انا بسالها لنفسي، وبعرف ايه هو الخوف اللي عندي. تمام. حلو. خلينا بقى نتكلم عن بقى ايه بقى الشادو بقى، ايه بقى الخوف اللي عند الناس بتوع الجروبات دول. اولا، اول حاجه عندهم ان هم الاشخاص عندهم خوف داخلي. شفت اهو، خوف داخلي من ان هم يوقفوا العمل او الشغل مع العملاء العشوائيين او اللو كواليتي اللي بيلاقوهم فين؟ في الجروبات. فبالتالي هم عندهم خوف ده، بس هم مش عارفين. هو يقول لك لا لا يا محمد، أنا ما عنديش خوف من حاجه، انا عادي. لا، انت عندك خوف. عندك خوف مثلا ان انت شهر تشتغل فيه كويس جدا جدا، والشهر اللي بعده ما تشتغلش فيه كويس جدا. ده الخوف اللي عندك. ماشي. بس انت، طب تقول محمد طب ليه انا مش عارفه، او ليه انا ما فكرتش فيه قبل كده، او ليه انا مش حاسس الاحساس ده؟ لان انت ما سالتش نفسك السؤال الصح، فانت مش عارف الاحساس ده جاي من فين. فهمت قصدي؟ عشان بس لو قلت لي يا محمد لا انت كلامك غلط، لا انا كلامي صح، صدقني. تمام. فدي بالنسبه للنقطه الاولى. طب بالنسبه للنقطه الثانيه، ان انت زي ما قلت لك انت خايف تخسر عملاء سهلين جدا جدا، حرفيا بيعملوا لك دوبامين سريع. ازاي دوبامين سريع؟ عميل بسرعه يكتب ان انا محتاج مثلا فيديو اديتور، او محتاج ميديا باير يقدر يعمل لي كذا 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 كذا. فالحاجه دي سريعه بالنسبه لك، سهله جدا. انت تروح بس تحط البورتفوليو بتاعك، لو انت اول واحد هو العميل هيشوفك ويلقطك على طول. ده بالنسبه لك موضوع سريع جدا، فعقلك بيشتغل مع حته الدوبامين السريع، فتحس كده ايه ده، انا اقدر ان انا على طول احط البورتفوليو بتاعي العميل. لو انا اول واحد عملت بوستنج، خلص الموضوع، انا اديت له البورتفوليو فاكيد هيكلمني. انا اسف اقول لك، انت كده بتتحلل للعميل. تمام. انت كده مش بتقدر المهاره والخبره والفلوس اللي انت صرفتها في الكورسات بتاعتك عشان تقدر ان انت تقدم الخدمه دي في الاخر بالطريقه اللي هي تناسبك. ده اللي بتكلم عليه. تمام. زي ما قلت لكم، عندهم برضو نقطة تانية، خوف من الاوت ريتشنج، ان هو يكون صعب وفيه مخاطرة كبيرة، وان هم مثلا فاكرين ان هو مش هيقدر يجيب لهم العملاء الكافيين. لو هو مش قادر يجيب لكم العملاء الكافيين، فانا اسف إني أقول كده، انا ما كنتش في اول سنة ليا لما فهمت اللعبة، ان اللعبة كلها بتاعت الايجنسي ليها علاقة بالعملاء. لو عندك عملاء اكبر وبتعرف تقدم لهم الخدمة بطريقة صح، خلص الموضوع. ما كنتش انا حرفيا ما عنديش اي خبرة في حتة تقديم الخدمة، تمام، ما كنتش عملت ده. انا في سنة واحدة عملت 400,000 وانا مش فاهم اي حاجة في الخدمة، بسبب الموضوع بتاع السيلز سيستم اوت ريتشنج. انا فهمت ان اللعبة كلها في الاوت ريتشنج، فما كنتش انا عملت كده. فهمت قصدي؟ ده اللي باتكلم عليه. ماشي. وعايز اقول لك ان انا كنت باتعامل، الشخص بقى اللي كنت باجيبه يقدم لي الخدمه، عارف كان عنده كام سنه خبره؟ والله العظيم اقل واحد فيهم كان عنده، اقل واحد 7 سنين خبره. وواحد تاني كنت باتعامل معاه عنده 10 سنين خبره، كان ميديا باير. اوكي. فمالهاش دعوه. انت لو بتعرف تجيب عملاء هتلاقي الناس كلها بتجي لك. عارف ليه؟ لان انت بتجيب وبتعمل اصعب حاجه هم مش عارفين يعملوها. ده اللي باتكلم عليه. اوكي. وطبعا اخر حاجه طبعا خوف طبعا من الرفض او عدم المقدره انهم يجيبوا عملاء بسرعه، زي ما قلت لكم. فالفكره هنا ان هم خايفين من التغيير، وخايفين انهم تعتمدوا على سيستم منظم، ده بيخرجكم من منطقه الراحه بتاعتكم، او الكويك دوبامين اللي قلت لكم عليه، ان هو الكلاينت بيبوست على طول، انت بتروح حاطط بوست وراه تعليق كومنت بالبورتفوليو بتاعك. وده اللي بتكلم عليه.
فهمت قصدي؟ فده بالنسبه للشادو ورك. انا عارف ان انا طولت عليكم في الحته دي، بس دي اهم حته لازم تبقوا عارفينها كويس جدا جدا عشان تبداوا تسالوا الاسئله لنفسكم بالطريقه الصح. وعلى فكره الشادو ورك مش هينفع بالكلام، لازم يكون في ورقه وقلم بتعتمدوا عليها، او نوت بوك صغيره وقلم وبتسالوا نفسكم الاسئله دي، تمام؟ او بتحملوا تطبيق اسمه ستوك. التطبيق ده لو حملتوه بيقدر ان هو حرفيا من افضل التطبيقات اللي انا بستخدمها. حته الجورنالينج وحته الكتابه، كل يوم بيتاكد ان انت بتمشي بطريقه كتابه معينه، وبينظم لك الكالندر بتاعتك وبيظبط لك كل حاجه من إلى زد. فانت تقدر تحمل التطبيق، طبعا هظهر لكم طبعا في الشاشه، اسمه ستوك. على الموبايل على اللابتوب بيقدر ان هو يعمل لك جلسه كامله للكتابه، تقدر تكتب فيها اي حاجه انت عايزها، ويقول لك كام كلمه انت كتبتها، كام سؤال انت سالته. وكمان على فكره هو بيبقى مجهز لك اسئله على حسب الحاجه اللي انت عايزها. يعني انت ممكن تدخل جوه تلاقي تكتب له الشادو وورك، ماشي، كويستشنز، هيطلع لك كل الشادو وورك كويستشنز. اوكي، بس ده بالنسبه للنقطه الاساسيه، وكده يعتبر خلصنا القسم بتاع الشادو وورك. اوكي، طبعا دلوقتي خلينا نبدا نتكلم عن الهايرنج فروم زيرو، ازاي تقدر تعين التيم بتاعك بطريقه صح بطريقه مظبوطه. وانا عارف انت اول ما تيجي تعين هتعمل ايه، هتروح لمواقع بتاعت مثلا بتاعت الفريلانسنج زي مثلا اب وورك مثلا، وتبدا ان انت تدور على شخص يعمل لك ليد جنريشن، صح؟ ده اكبر غلط هتشوفه في حياتك. عارف ليه؟ لان هم اغلى ناس هتشوفهم في حياتك واسوا ناس بيعرفوا يقدموا الخدمه. بمعنى هيجيبوا لك كميه ليدز ما لهمش علاقه اصلا بمجالك، رغم ان انت مدي لهم الاي سي بي بتاعك والتارجت اودينس بتاعك والنيش بتاعهم والفولورز المفروض يلتزم بيهم، لكن رغم كده بيجيب لك ناس ثانيه خالص ما لهمش علاقه اصلا بالموضوع، وتدفع كميه مبالغ رهيبه جدا جدا، اسوا مبالغ تدفعها مقابل برضه اسوا خدمه. تمام؟ فبالتالي اوعى تغلط الغلطه دي. انا عارف الموضوع ده لان كنت بسمع من اصحابي انهم جربوا الموضوع ده، حلو جدا، وحرفيا كانوا مش عايز اقول لك بيشكروا فيهم جدا يعني. فالموضوع ده طبعا ده ابعد عنه ابدا. هتقول لي محمد طب انت عملت ايه؟ اللي انا عملته ببساطه شديده ان انا رحت اخترت صاحب من اصحابي، ماشي، نفس عقليتي نفس التزامي، عارف ان هو هيقدر يشيل المسؤوليه، بس ولا هو فاهم في البيزنس ولا فاهم اي حاجه يعني ايه سيلز اصلا، ولا فاهم يعني ايه ليد جنريشن. انا بقى اللي علمته الحاجات دي. قلت له محمد ايه انت علمت الحاجات دي بنفسك ودخلت معاه ميتنجز؟ لا لا لا، ولا عملت اي حاجه من الحاجات دي. انا خليته يتفرج على بعض الفيديوهات بتاعتي الموجوده في اليوتيوب وبدا على طول. هو ده اللي حصل بس. وبالظبط انا هقول لك ازاي انا عملت كده، ونفس الرود ماب دي هي بالظبط اللي وريتها لصاحبي اللي هو كان معايا في التيم الخاص بالليد جنريشن. اوكي، فخلينا طبعا نبدا ان احنا نتكلم عن الاربع خطوات دول. اول خطوه طبعا معانا وزي ما قلت لكم ان انت تختار صاحب ليك يكون عنده نفس العقليه بتاعتك من ناحيه الالتزام، من ناحيه كل حاجه انت شايف ان هو هيقدر يشيل المسؤوليه عنها. مش شرط انه يكون فاهم في بيزنس، انت عارف ان هو شخص ملتزم وشخص مسؤول، فهو شخص جاد معاك. فدي ما تقلقش منها ابدا، طول ما هو شخص جاد في الحته دي فصدقني انت كده يعتبر وفرت 50% من المجهود اللي انت هتعمله، ماشي. فدي بالنسبه للنقطه الاولى، وكمان اكتر هتبقى انت وفرت 70%، لان 30% طبعا هيكون عليا انا كمان مش عليك انت، ماشي. فدي بالنسبه للنقطه الاولى. هتقول محمد طب افرض ما عنديش اصحاب، انا شخص منعزل ما عنديش اي اصحاب والحاجات دي كلها اقدر اعتمد عليهم، في الوقت ده هتبدا ان انت تلجا للجروبات بتاعه الماركتنج اللي هي على الفيسبوك، وتبدا ان انت تكتب ان انت عايز شخص يقدر يساعدك في التيم بتاعك، تمام؟ وتبدا ان انت تقول له ان هو مثلا هيقدر يعمل ليد جنريشن وانا هدي له كل حاجه هو عايزها ومحتاجها. بعد كده بتحط رقمك بنفس الطريقه دي، تمام؟ وطبعا هو هيتواصل معاك الشخص المناسب ليك، وبس كده تبدا انت بقى تدخل معاه الاجتماع وتوضح له ايه الادوار المفروض يعملها والبرايسنج او السعر او الراتب اللي هو هياخده منك. حلو جدا، تمام. فطبعا زي ما قلت لك لو كان صاحبك او اي حد مثلا انت جايبه من حته معينه او شخص انت عارفه حتى معرفه انه فاهم شويه في البيزنس مفيش مشكله، حلو. فانت طبعا تبدا تشرح ليه الدور بتاعه كليد جنريشن، وطبعا بعد كده تقول له انت هتاخد مني كام بالظبط على كل عميل، ماشي، حلو. دي بالنسبه للنقطه الثانيه. بالنسبه للنقطه الثالثه هتديله الليد جنريشن رود ماب اللي انا هديها لك في الفيديو بتاع النهارده. بالتالي انت مش هتتعب في ان انت تعلمهم، انا اللي هعلمهم بس بطريقه معينه. ازاي الطريقه دي؟ ان انا زي ما قلت لك همشيك برود ماب انه يسمع الفيديو كذا فيديو كذا فيديو كذا، زي بالظبط ما عملت مع صاحبي محمد، ماشي، اللي كان معايا في ليد جنريشن. انا وهو صاحب محمد على فكره جبنا ال10 عملاء اللي كنت بكلمك عليهم كلاينت كلوزد. اوكي، فبالتالي هوريك بالظبط نفس الرود ماب اللي انا وريتها له، تمام. طبعا زي ما قلت لكم انا شارح الموضوع ده كله عشان انت ما تتعبش، وادي لك الطريق كله اللي المفروض هو يعمله عشان يبدا يشتغل على طول. هيسمع الفيديو دي على طول هتلاقيه حرفيا بيعملها بيجمع ليدز على طول لانه فهم الفكره خلاص. حلو. رابع حاجه طبعا هتبدا تدي له حاجه اسمها الاي سي بي اللي هي طبعا الايدل كاستمر بيرسونا او بروفايل. طبعا انت اكيد فهمت ايه هو التارجت اودينس بتاعك او مواصفات العميل اللي انت عايز الشخص اللي انت جابه ان هو يتارجته. ولكن انا هزود حاجه زياده في الاي سي بي، فطبعا هنتكلم عليها طبعا على طول بعد السلايد دي، ايه هو الاي سي بي بالظبط، وانا كمحمد اسامه في الايجنسي بتاعتي بعتمد ايه على الاي سي بي. تمام، الاي سي بي بالنسبه لي ايه اهم حاجه ليا انا مخصوص، وايه الحاجه اللي انا بركز عليها جدا جدا، ماشي، حلو جدا.
فطبعا اكيد انتوا فاهمين يعني ايه اي سي بي. اي سي بي زي ما قلت لكم المواصفات بتاعت العميل بتاعك، مثلا العميل بتاعك مثلا لازم يكون مثلا عنده فيديوهات بطريقه معينه، عنده صور بطريقه معينه، الفيديوهات والصور بتاعته هاي كواليتي، الفولورز بتوعه بيتراوحوا مثلا ما بين 50000 ل 100000. هو لازم يكون في نيش مثلا بتاع الملابس او الكوزماتكس. العميل ده لازم مثلا يكون على الاقل مثلا عنده 100 بوست او 200 بوست، فاهم؟ فانت بتكتب المواصفات بتاعت العميل بتاعك عشان تديله للشخص اللي بيشتغل معاك في الليد جنريشن المواصفات دي، فيجمع المواصفات العمله على شكل المواصفات دي او على نفس المواصفات دي بما يناسب المواصفات يعني. اوكي حلو. خلي بقى اقول لك وجهه نظري بخصوص الاي سي بي. اوكي عشان طبعا انا عارف ان الناس كتيره مش عارفه المعلومه دي، بس خلينا نفهم ايه هو الاي سي بي بالظبط وبطريقه مظبوطه. انت رحت على جوجل كتبت ايه هو الاي سي بي، هقول لك في البيزنس الاي سي بي ستاند فور ايدل كاستمر بيرسونا او بروفايل، والكومبانيز يوز اي سي بي تو ايدنتيفاي اند تارجت ذير موست فاليبل كاستمرز. ان افكتيف اي سي بي انكلوز طبعا الديموغرافيكس والبيهيفير والسايكوجرافيك والداتا والجايدنج ماركتنج وسيلز استراتيجي تو ماكسمايز ايه ريفينيو. فانت بتحاول ان انت على قد ما تقدر ان انت تجيب افضل مواصفات للعميل بتاعك عشان لما تيجي تتارجتهم يشتروا منك الخدمه على طول. ده بالنسبه لهم انت بتحاول تعمل الاي سي بي ده عشان تعرف تلاقي العميل اللي يشتري منك على طول. ده اهم فايده الاي سي بي. كلامهم صح، كلامهم مظبوط. ولكن في الايجنسي احنا بنعتمد على حاجه واحده بس، رول واحده لازم تبقى عارفها جدا جدا في الاي سي بي، وهي ان في الريل لايف بزنس في الارض الواقع ده الاكاديميك، دي الحاجه الاكاديميك او الحاجه العامه الناس كلها عايزه تعرفها. ولكن في الارض الواقع او في الحقيقه في البيزنس الريل لايف بزنس الاي سي بي معناها او ايكوال ACV اللي هو الافريج كونتراكت فاليو. يعني ايه افريج كونتراكت فاليو؟ اقول لك حاجه. لو قلنا اني انت عندك شخصين بيعملوا ليد جنريشن، الشخصين بيعملوا ليد جنريشن دول بيحطوا نفس الايفورت، نفس الجهد، نفس التعب، نفس كل حاجه، نفس الوقت. يعني نفس الوقت هو مثلا الاثنين بيشتغلوا لمده ساعه، والاثنين بيحطوا نفس المجهود هو وبيجمعوا 10 ليدز كل يوم. حلو جدا. بس في واحد منهم بيجيب لك ديلز، تمام؟ ديلز مثلا اللي هو ال10 ليدز اللي هو جمعهم، وهنا برضو الشخص ده مجمع 10 ليدز. حلو. بس الشخص ده رغم ان هو قاعد نفس الساعه بيجيب لك ليدز كلهم بيدفعوا لك اكتر من 300000 جنيه في الشهر. والشخص ده اللي قاعد برضو نفس الساعه ونفس الجهد بيجيب لك ليدز بيقعدوا مثلا اسف بيدفعوا قصدي بيدفعوا مثلا بدل 300000 بيدفعوا مثلا 90000. انت بالنسبه لك مين افضل؟ بيقضوا نفس الساعه، بيقضوا نفس الجهد، بس واحد بيجيب لك ديلز كل ليد فيهم بيدفع لك حرفيا اكتر من 300000، والشخص الثاني بيجيب لك ليدز بيدفعوا شهريا 90000. مين افضل بالنسبه لك؟ ده طبعا، لان هم بيقضوا نفس المده، نفس الساعه، نفس الجهد ونفس الايفورت، بس بيجيب لك كونتراكت فاليو افضل. هي دي الافريج كونتراكت فاليو بتاعك قد ايه بالظبط. فمعظم الناس بتنسى الموضوع بتاع الاي سي في، لان زي ما قلت لكم لو انت ناسيه فدي مصيبه جدا، لان انت حرفيا انت بتقضي نفس الساعات ونفس التعب ولكن بتجيب عمله اقل لو كواليتي. ففيها ايه؟ طب بتقضي نفس الساعه دي بس تركز ان انت تجيب ناس هاي كواليتي وتقدر يدفعوا لك عشان ما تدخلش ميتنجز وخلاص. فدي حته مهمه جدا جدا لازم تفهمها للشخص اللي بيعمل لك ليد جنريشن. تمام. فلازم تعتمد على الموضوع ده كويس جدا جدا. الحته دي على فكره ما كنتش فاهمها في البدايه، فكنت بجيب عملاء لو كواليتي في بعض الاحيان وما كنتش مركز ان دول لو كواليتي بالنسبه لي، رغم ان انا كنت ممكن مثلا اخد منه 300000 جنيه او 200000 جنيه، تمام؟ اللي هو مثلا فوق ال 2000 دولار، بس كنت باخد منه اقل من 2000 دولار لان انا ما كنتش ملاحظ الموضوع ده. وبرضه صراحه عشان ما اكذبش عليكم ان انا كنت في الجوست بلان. الجوست بلان معناها ان انا بشتغل مع اي عملاء وخلاص علشان ان انا اجمع معلومات بخصوص الخدمه بتاعتي، لان طبعا كنت عارفين ان كنت ديستريبيوشن ما فيهوش اصلا شرح الخدمه، ما فيش حد بيشرح الخدمه غير انا، اللي هو شرح ازاي تقدر تبني ايجنسي. تمام. ده اللي بتكلم عليه. فاللي انا بتكلم عليه ايه؟ ان ما فيش حد بيشرح الموضوع ده، فانا اضطريت اعمل حاجه اسمها جوست بلان، اشتغل مع عملاء عشان اتست عليهم. اوكي. ده اللي بتكلم عليه. حلو. فخلينا طبعا نقرا الموضوع ده. فهو طبعا biggest factors we look at when designing اللي هو السيلز اي سي بي بيكون الافريج كونتراكت فاليو اللي هو basically، تمام؟ we ask which types of businesses مثلا hold the biggest contracts with us. تمام. فمثلا the logic is simple: why spend 20 hours selling to a 100k account لما نقدر ان احنا نسبند نفس السيم amount of time selling to a 300k account. وصلت الفكره ازاي؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. حط الموضوع ده في بالك جدا جدا. ماشي. وهتقول لي محمد طيب انت مع الطلاب بتوعك في فالكون كلوب لاحظت الموضوع ده؟ لاحظته طبعا. الناس اللي بتكلم ناس مناسبه جدا جدا ليهم بيقدروا ان هم يبقى تقال جدا جدا في السوق، حرفيا بيقفلوا ديلز كبيره. تمام. زي واحد اسمه محمد، عندي محمد انديل، حرفيا بيقدر ان هو يجيب عملاء مناسبين جدا جدا ليه وعملاء تقال مش عملاء صغيرين. تمام. ماشي. وحرفيا قسما بالله مقفل ديلز اسرع وافضل بكتير، والعملاء نفسهم
يا جدعان العملاء غير، العملاء مثلًا بيتعاملوا معاه بطريقة مختلفة جدًا، جدًا، وأحسن بكتير من العملاء التانيين اللي إحنا بنشوفهم. ليه؟ لإن هو ركّز على الaverage contract value، مركّز على العملاء تقال جدًا ومناسبين جدًا ليه. في بقى ناس بتقدّم نفس الخدمة برضه عند طلاب، بس مش عارفين يجيبوا عملا، وبيجيبوا عملا بيقعد يشتغل معاهم. يعني والله بجد لسه في شخص باعت لي ماشي، مشتغل مع حد، قُلت له اوعى تكلم الشخص ده، الشخص ده هيتعبك جدًا، جدًا. تمام؟ حرفيًا الشخص متّفق معاه، أصلًا متّفق معاه بالعافية على $800. جه بعد ما ضبطنا البلان والstrategy وكل حاجة، بُص باعت لي بيقول لي إيه، بيقول لي تمام ينفع نخلّيها ب$300. أهو بلان إيه اللي ب$300 دي أنا مش فاهم. أنتم متخيلين؟ نزّل السعر من كام لكام، ليه؟ لإن أنا عارفه إن هو ما لوش لازمة، ضيّع معاه كمية، حرفيًا بقى له أسبوعين في نفس الموضوع ده، والعميل مش عايز يدخل معاه اجتماع. تخيلوا في deal بيتم من غير اجتماع. فهمتوا قصدي الحتة دي؟ فده اللي باتكلم عليه. أوكي، ده بالنسبة للICP. حلو، هتقول لي محمد طيب الTOO دي طبعًا دي حاجة ليها علاقة بالtype of outreaching، طبعًا دي هتفهمها في الفيديوهات اللي أنا هادّيها لك في الroad map. طبعًا type of outreaching أنت ممكن تكلم شخص personalized أو أشخاص bulking، تبعت نفس الscript لناس كتيرة جدًا، جدًا مرة واحدة. أو الtype of outreaching مثلًا ممكن النوع التاني اللي هو personalized، أنت تبعت لكل عميل. مثلًا في الخدمة بتاعتنا في الcontent distribution بنبعت personalized. أوكي، فأنت لازم تبقى فاهم الخدمة بتاعتك كويس، هل لازم تبقى personalized بتبعت لناس محددين هم اللي بياخدوا أو هم بيكونوا أصحاب القرار والّا لأ؟ ماشي، والّا أنت عايز تبعت لناس bulking زي مثلًا الe-commerce brands. تمام، أوكي. خلّينا بقى نبدأ نتكلم عن الlead generation road map. الlead generation road map هي بالضبط اللي أنت هتدّيها لمين؟ للشخص المسؤول عندك في الteam، اللي هو هيبقى بيجمّع الleads بتوعك، صح والّا لأ؟ أوكي، هندخل عليها بشكل سريع جدًا. أول خطوة لازم يسمعوا الفيديو ده، الفيديو اللي عندي في القناة اللي هو إزاي تجيب أول عميل ليك، اللي هو إزاي تقدر تجمّع ب3 طرق، أو إزاي تقدر تجمّع عُملا ب3 طرق مختلفين، اللي هو أفضل 3 طرق تقدر تجمّع بيهم عُملا أونلاين. ده أول فيديو طبعًا باللون الأصفر هتلاقوه موجود عندي في القناة. حلو جدًا، حلو. ده طبعًا الشخص اللي معاك في الteam لازم يسمع الفيديو ده. حلو، ندخل بقى على اللي بعد كده. اللي بعد كده اللي هو بقى الICP. طبعًا بعد ما تسمّعوا الفيديو ده على طول بتمشّيه على النقطة التانية. إيه هي الخطوة التانية؟ بتبقى طبعًا مدّي له الICP. هو خلاص هيسمع الفيديو ده هيفهم إزاي يقدر يجمّع leads. حلو، بعد ما يفهم الموضوع بتاع الleads ده هيعمل إيه؟ المفروض أنت بقى تشتغل شوية وتدّي له الICP بتاعك. زي ما قُلنا الICP هو اختصار لideal customer persona، اللي هو اللي هو طبعًا العميل المثالي بالنسبة لك والأفضل ليك. فطبعًا الموضوع ده مهم جدًا، جدًا إن تدّيه له بشكل خاص، وتقول له أنا العملا بتوعي كذا، 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 تحطهم له في Google Doc. أوكي، وتبدأ تقول له 1، 2، 3 كذا، كذا، كذا العملا بتوعي أو الICP بتاعي. أوكي، تمام. زي ما قُلت لكم طبعًا إيه هو الtarget audience اللي أنت عايز تتارجته يعني. تمام، حلو جدًا. أنت بقى إيه اللي المفروض تعمله بالضبط؟ عشان بس أنا مش باحب إن أنت تكون كagent owner أو كfreelancer مش فاهم الشخص بيعمل إيه بالضبط. فأنت هتبدأ تسمع الفيديوهات الموجودة في الplay list بتاعة إزاي تجيب أول عميل ليك، وحرفيًا هتفهم إزاي بجد تعمل script يقنع أي عميل بسهولة، وإزاي طبعًا وطبعًا هتقدر تتفرج على الفيديوهات كلها الموجودة في الplay list. يعني حرفيًا أنت مثلًا لو جمعت leads إزاي هتعرف تبعت script؟ لخّص عن نفسك الموضوع وتقدر تسمع على طول الفيديو اللي هو ثانية واحدة أهو، إزاي تقدر تكتب أقوى إيميل مبيعات تقنع أي عميل بالخدمة بتاعتك. حرفيًا أنا كنت باعمل زي ما قُلت لكم AB testing thumbnail، باعمل thumbnail AB testing في الإيميل بتاعي. أنتم متخيلين؟ يعني أنتم آخر مرّة سمعتوا عن الAB testing بتاع الthumbnail بتاعتكم في اليوتيوب، صح؟ أنا تخيل باعملها في الإيميل عشان أعرف أجيب عُملا أكتر، والعُملا يدخلوا على الVSL بتاعي فاجيب clients أكتر. فهمتوا قصدي؟ فاسمعوا الفيديو ده هتفهموا منه كتير وبشكل كويس جدًا، جدًا. زي ما قُلت لكم الأسئلة اللي أنتم هتجمّعوها، طبعًا أنا عارف أنتم هتجمّعوا كمية أسئلة كتيرة جدًا، يبقى نناقشها في المكالمة المجانية اللي قُلت لكم عليها. طبعًا اللي عايز يدخل المكالمة هيقدر إن هو زي ما قُلت لكم يدخل من تحت. بس أنا عارف إن أنتم هيبقى عندكم أسئلة كتير، بالتالي اكتبوا الأسئلة دي عندكم، وبعد كده نبقى نناقشها إن شاء الله في الاجتماع مع بعضينا اللي قُلت لكم عليه. أوكي، حلو. فأنت هتسمع إيه؟ هتسمع اللي هو إزاي تقدر تضبّط طبعًا إزاي تكتب أكبر وأقوى إيميل يقنع العملا بخدماتك، وبعد كده تسمع الفيديو بتاع الأدوات، اللي هو أهم 3 أدوات هتساعدك إن أنت تجيب أول عميل ليك. ده باعلّمك فيه إزاي تقدر تستخدم أدوات الoutreaching بالطريقة الصح. تمام، حلو جدًا. الأدوات بتاعة الإيميل، إيميل ماركتنج. أوكي، حلو جدًا. هتخلّص الموضوع ده، طبعًا أنت بتكتب الscript ده كلام. تخيل بقى في حاجة اسمها فيديو بقى، اللي هو الفيديو الVSL اللي قُلت لك إن كنت باعمل عليه thumbnail testing. حلو جدًا، برضه الفيديو ده هتسمعه أهو، اللي هو إزاي أنا عملت أكتر من 400,000 من خدمتي بسبب السر ده. حلو جدًا. ده طبعًا كانت أول سنة ليّا، وكنت أول مرّة أعرف يعني إيه VSL. عملت الVSL وقعدت أضبّطه، وكنت باعمل عليه testing كتير جدًا، جدًا، وباغيّر case studies جوّه الفيديو نفسه، وقدرت إن أنا أوصل للموضوع ده. فأنت المفروض تعملوا إيه؟ المفروض الشخص اللي معاك في الteam يسمع الفيديو ده بس. تمام، اللي هو ده، وياخد منك الICP ويبدأ إن هو يtest مثلًا على شوية ناس. يبدأ مثلًا يجمّع لك مثلًا 10 leads وتشوف أنت هل هو مناسبين معاك والّا لأ. حلو جدًا، وطبعًا تدّي له طبعًا ملاحظاتك، دي حاجة أساسية. أنت بقى عليك تعمل إيه؟ عليك إن أنت تسمع الفيديو بتاع إزاي تقدر تكتب إيميل، وفي نفس الوقت إزاي تقدر تضبّط الأدوات بتاعة الoutreaching، وبعد كده تسمع الفيديو التالت اللي هو ليه علاقة بإزاي تصوّر الVSL بتاعك عشان تبقى ماشي بالطريقة الصح والطريقة المضبوطة. تمام؟ ده يعتبر بالنسبة ل
الرود ماب المظبوطه يعني لكل حاجه. فبس دي الرود ماب، ويعتبر كده كل حاجه في مكانها. فاضل بس اخر جزء وهو البرايسنج، ازاي تقدر تسعر بالطريقه الصح بالطريقه المظبوطه بالنسبه للتيم بتاع الليد جنريشن بتاعك. اوكي، يلا بينا ندخل على النقطه اللي بعد كده. خلينا نبدا نتكلم عن اخر جزء معانا وهو البرايسنج، او ازاي نعمل برايسنج فريم ورك للاشخاص اللي معانا في التيم او المتعينين عندنا في التيم كليد جنريشن وبيجمعوا ليدز. انا بشوف اكبر كوارث بتحصل في الموضوع ده بالذات بسبب ان هم مش عارفين ازاي يحطوا التسعير بالطريقه الصح للاشخاص اللي معاهم في التيم. فبالتالي انت هنا في البرايسنج بتعتمد على حاجتين بس: بير كلاينت، ان انت بتدفع على كل كلاينت هو بيجيبه، وتاني حاجه عن طريق الام ار اللي هو مانثلي ريكيورنج. طول ما العميل شغال معاك فانت بتدفع له النسبه بتاعته. فمعظم الناس بتعمل ايه؟ بتروح تدي فيكسد. طب حلو، انت لو اديت فيكسد سالري، هو خلاص اديت له مثلا 6000 جنيه او 7000 جنيه او 10000 جنيه في الشهر مقابل ليدز معينين انت بتتفق معاه بخصوصهم. طب لو انت اديته الموضوع ده، ازاي هتضمن هو يبدا يستمر في الكواليتي؟ لان مفيش حاجه بتشجعه. لان هو ممكن يجمع لك ليدز في الاول والثاني والثالث والرابع مثلا، اول شتات يعني قصدي، وبعد كده يجي لك بعد كده تلاقي ان الليدز ضايعين حرفيا. عارف ليه؟ لان هو مش حاسس ان هو عنده خوف من حاجه معينه يخسرها، لان انت كده بتديله المرتب كل شهر. ولكن النموذج اللي انا بتعامل معاه هو نموذج ذكي جدا جدا، وعلى فكره هو نفس بتاع الفيكسد سالري، بس انا بعمله بطريقه صح، بطريقه مظبوطه. عارف ان انا بعمله ايه؟ ان انا مش بديله فيكس السالري ابدا. حلو جدا، واقول لك امتى الوقت اللي بجد تدي فيه فيكس السالري. بس دلوقتي في اول البدايه خالص اديله بير كلاينت، يعني اديله على كل عميل هتاخد مثلا من كل عميل هتجيبه لي 3000 جنيه او 2000 جنيه. حلو جدا. وبتديله كمان مانثلي ريكيورنج. معظم الناس بتغلط غلطه واحده، اللي هي ايه؟ ان هم بيدوا له فقط تمام على البير كلاينت، على العميل الواحد بس. يعني ايه على العميل الواحد بس؟ يعني كمثال، عميل جه هو خلاص جاب عميل وانت قفلته، اوكي، فانت المفروض تدفع له 2000 جنيه. لو انت مثلا متفق معاه على 2000 جنيه، او نقول مثلا متفق معاه على 3000 جنيه، فانت بتدي له 3000 جنيه بتاعته وخلاص. طب ماشي، طب ما هو المفروض برضه هو ليه احقيه ان هو برضه ياخد من العميل ده طول ما هو شغال معاك، وده اللي بقول لك عليه لازم تعمله. ان انت لو خليته دايما هو بياخد فلوس من العملاء اللي بتقعد معاك لمده 6 شهور. مثلا انا عندي عميل مثلا قعد معايا لحد دلوقتي 7 شهور ومكمل. حلو، الشخص اللي معايا في التيم دلوقتي تمام اللي هو محمد بياخد مني مبلغ اكس، اضربهم بقى في ال6 شهور اللي العملاء قعدهم. يعني كل شهر بياخد مني ايه؟ 3000 مثلا، 3000 3000 3000 على العميل الواحد. تمام، انا بتكلم على عميل واحد. افرض مثلا جاب 10 عملاء، 6 عملاء، 7 عملاء، فطول ما العميل شغال معاك بتدي له برضه نسبته، فده بيكسب منه فلوس اكتر. وعلى فكره هو علشان يضمن ان الليدز اللي انت بتقفلهم تقفلهم بشكل سريع وبشكل افضل، هو يبدا ان هو برضه يجيب ليك عملاء افضل بكتير، لان هو برضه بقى ضمن الشركه. عارف ليه بقى ضمن الشركه؟ ان هو ما هو مكسبك مكسبه، ما هو بياخد من العملاء كل شهر. فهو حاسس دلوقتي ان هو لازم يجيب ليدز عاليين جدا جدا، ومستحيل ان هو يقلل من الحته دي. وعلى فكره صاحبي محمد كان عارف الموضوع ده، عارف ان هو خلاص بقى ضمن الشركه. لان هو محمد لو جاب ليدز مش احسن حاجه، ايه اللي هيحصل؟ انا مش عارف اقفل ليدز، صح ولا لا؟ طول ما انا ما عرفش اقفل ليدز فهو الفلوس بتاعته مش بتزيد. فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت العملاء الحاليين لو قعد معانا اقل حاجه كام ار من 4 ل6 شهور، طب ما هو برضه بيخسر عملاء. فهو محتاج دايما ان هو يطور من الاستراتيجيز بتاعته، او الاستراتيجي بتاعته من ناحيه الليد جنريشن، عشان يقدر يجيب عملاء افضل 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 افضل. فبالتالي عمر ما الكواليتي بتقل، لان زي ما قلت لك هو بقى خلاص بارتنر معاك في الشركه. هو حس الموضوع ده، وهو دي الحقيقه، لان هو حرفيا بياخد كل شهر من كل عميل. فاهمين قصدي؟ دي انسب طريقه عشان تقدر ان انت بجد تخلي التيم يثق فيك. دي نقطه اولى. والنقطه الثانيه حرفيا الموضوع ده هيخليهم حرفيا يحسوا ان هم شركاء معاك، لان زي ما انت بتاخد فلوس من العملاء كل شهر هم برضه بياخدوا معاك كل شهر. مش بتديهم شهر واحد بس وبعدها خلاص تقول لهم هات لي بقى عملاء اكتر. هو مش انا اسف اقول كده، هو مش عبد عندك، ماشي؟ فانت ما ينفعش ان انت تعمل الموضوع ده ابدا. فلازم تعتمد على حاجتين: المانثلي ريكيورنج وبير كلاينت. مع كل كلاينت بيجيبه، لو هو جاب 10 عملاء ومع العميل واحد بياخد 2000 جنيه، يبقى ده حقه. العميل بقى قعد معاك ان شاء الله سنتين، طول ما هو بيشتغل معاك فلازم ياخد حق السنتين. تمام، فده اللي بتكلم عليه. اوكي، ده بالنسبه لكل حاجه. زي ما قلت لكم ما تنسوش ان انتوا لو حابين تسجلوا في المكالمه المجانيه تقدروا تسجلوا عن طريق الفورم اللي تحت. طبعا بتظبطوا الحاجات اللي لها علاقه بالفورم، تملوها بالكامل، املوها بشكل الصح بشكل مظبوط بعد اذنكم، علشان لو المساعده بتاعتي مثلا لقيت ان في حد مش مناسب على طول هتحذف على طول. جاوب على الاسئله بالطريقه الصح، وبلاش اللغه العربيه الفصحى. اتكلم عادي جدا جدا بالطريقه المصريه، ان انا كنت بشوف كوارث في الفالكون كلاب عامه. جاوب بطريقه عاديه جدا جدا، وما تحلمش احلام عبيطه. تمام، ابدا ان انت اكتب الاسئله بالطريقه الصح والمظبوطه عشان تبقى كل حاجه في مكانها، وكمان تكون من الناس اللي اتقابلت بسرعه بعد اذنك. تمام، بس ده بالنسبه لكل حاجه، واتمنى طبعا اكون فدتكم. وانا باكد للمره الاخيره ان لو في حاجه انا في الفيديو بتاع النهارده ما شرحتهاش، يعني انا مخبيها عليكم، يبقى انا حرفيا استاهل اي حاجه تحصل لي.
لان زي ما قلت لكم انا بحلف لكم والله العظيم كل حاجه من ناحيه الرود ماب اللي انا قلت لكم في الفيديو بتاع النهارده دي بالظبط اللي انا عملتها مع صاحبي محمد. ماشي، ودي اخر كلام ليا وشكرا جدا لكم.